خوسيه ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غدا قبل قيادة تدريبات الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرر حضور الأسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي مباراة البنك الأهلي المقرر لها 8 من مساء اليوم السبت في الدوري من أرض الملعب بعد الاتفاق مع مسؤول النادي الأهلي على جميع التفاصيل المالية والتعاقدين، حيث سيصطحب المدرب الأسباني الذي رحل عن تدريب فريق أرنولد بركتيس الجنوب أفريقي مؤخرا 5 مساعدين معه، وستبدأ مهمته مع الفريق عقب مباراة البنك الأهلي. على صعيد متصل، كشف الأسباني خوسيه ريفيرو حقيقة الأنباء التي تردد حول رغبته في ضم عدد من لاعبي أرنولد بركتيس الجنوب أفريقي لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقال خوسيه ريفيرو في تصريحات نشرها موقع سوكر لداما الجنوب أفريقي: أرنولد يمتلك العديد من المواهب ولديهم مستقبل واعد، لكن مسألة ضم عدد منهم للنادي الأهلي ليس دوري ولكن يكون أبدا مضيفا في كرة القدم الحديثة. على الرغم من أن المدربين لديهم رأي في الصفقات، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن اتخاذ القرار النهائي الذي يعود إلى إدارة الأندية. وقال خوسيه ريفيرو في تصريحات عبر إذاعة راديو 974 الجنوب أفريقي: أشعر بمسؤولية كاملة، قد لا أكون ممتلئا بالطاقة الآن، لكن سأكون على ما يرام وجاهزا للانطلاق من جديد، وسأكون جاهز لأبذل قصارى جهدي وأن أعمل بأقصى درجات الصدق والمهنية مع النادي الأهلي. واستكمل: سيتواجد في الجهاز الفني خلال مهمتي بالنادي الأهلي كارلوس ناردو، وهو شاب انضم لي في وقت سابق من هذا الموسم في أسبانيا ثم في جوهانسبرغ. وأعلن نادي أرنولد بركتيس الجنوب أفريقي في بيان رسمي رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع نادي آخر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، وأهم حاجة تصلي على النبي.